يلا يا باشا. الرخصة في الإمارات. بُص يا معلم، بما إنك لسه جاي جديد البلد، فأنا عايزك تركّز معايا في الكلمتين دول، وأنا مش هادّيك مقدمة طويلة وهاخش لك في الموضوع direct، بس عايزك تركّز معايا خصوصًا إن أنت لسه جاي البلد ما كمّلتش كام يوم. لو أنت مستهون بموضوع الرخصة في الإمارات، فأعتقد إن فرصتك في إنك تاخد الجنسية الأمريكية أسهل بكتير من فرصتك من إنك ممكن تطلّع رخصة القيادة في الإمارات. فأنت لو واخد الموضوع لعب وعادي وتهريج وصباح الفل، صدّقني هتتعب فيه شوية. هتطلّعها، لكن هتتعب فيها شوية. بُص يا صاحبي، رخصة القيادة الإماراتي هي تاني تحدي ليك هتقابله بعد أصلًا ما تلاقي شغل، خصوصًا مع الcompetition اللي موجودة دلوقتي في الماركت والمنافسة بتزيد يوم عن يوم. طيب إمتى تروح تطلّع الرخصة؟ بُص يا معلم، هتطلّع الرخصة بمجرد ما تعمل إقامة في البلد وتحس إن أنت خلاص بقيت مستقر ماديًا نوعًا ما، ساعتها على طول تروح تشتغل على إجراءات الرخصة وتفتح ملف وتنطلق في الموضوع ده. ليه بقى؟ لأن حتى شغلك اللي أنت شغال فيه دلوقتي لو هو مش من متطلباته إن أنت يكون معاك عربية ورخصة، فأنت وارد جدًا قدّام مثلًا ممكن يقع قدّامك فرص كويسة أو تحب تعمل shift career لو أنت مثلًا شغال في حاجة operational أو حاجة على مكتب أو حاجة finance مش بتحتاج تلف كتير في الشوارع زي مناديب المبيعات والكلام ده كله. وارد يا سيدي الفلوس تغريك وتحب تشتغل في مجال المبيعات، وساعتها أول شرط هيتحط في أي فرصة في مجال المبيعات هتكون إنك لازم يكون معاك رخصة. أصل موضوع المبيعات ده بحر كبير، بيع بقى عقارات، بيع عربيات، بيع أي منتج من المنتجات، المهم الموضوع ده فيه لف، واللف ده بيحتاج رخصة وعربية. وطبعًا أنا مش محتاج أقول لك إن أنت أصلًا لو طبيعة شغلك نفسها محتاجة رخصة، يعني أنا مش باتكلم بس عن الناس اللي متارجتة إن هي تشتغل في أوبر مثلًا سواقين، أو مثلًا هو سواق في شركة، مش لازم كده. بس لو انت اصلا شغلك من متطلبات الرخصه زي ما قلت قبل كده مندوب مبيعات او راجل بتشتغل في البرشيسنج بتروح تعمل مشتريات للشركه، فطبعا من متطلبات الوظيفه دي ان يكون معاك رخصه. فانت بمجرد ما تعمل الاقامه اشتغل على طول على موضوع الرخصه ده، ما تضيعش وقت يعني من الاخر، فاهم؟ المهم نخش في الموضوع على طول. اروح فين علشان اطلع الرخصه دي؟ شوف يا معلم، الموضوع بسيط قوي. انت تقدر تروح تطلع رخصة من اي مدرسة معتمدة في الامارة اللي انت عايش فيها. عايزك تاخد لي بالك قوي من موضوع الامارة اللي انت عايش فيها، اللي انت عايش فيها. يعني مثلا لو انت عايش في دبي وعايز تطلع رخصة، فانت لازم تروح تقدم في المدارس المعتمدة اللي موجودة في دبي بس. لو انت عايش في الشارقة وعايز تطلع رخصة، نفس القصة، بتروح للمدرسة او المدارس اللي موجودة في امارة الشارقة اللي انت عايش فيها بس. يعني ما ينفعش مثلا تكون عايش في دبي وتروح تطلع الرخصة بتاعتك من الشارقة، ما ينفعش مثلا تكون اقامتك عجمان وتروح تطلع الرخصه من دبي، لا لازم تروح تقدم في المدرسه الموجوده في نفس الاماره اللي انت عايش فيها. وبعدين بقول لك ايه، جو بقى الصياعه اللي انت عايز تعمله ده اللي هو انت عايش في دبي وراح تقدم في مدرسه في الشارقه مش في المكان اللي انت عايش فيه، راح تقدم في إمارة تانية مع إنك مش عايش فيها، ولما يسألوك عن إثبات الإقامة تقول لهم أصلا أنا عايش شيرنج. لا يا صاحبي، مفيش الكلام ده كله. هيطلب منك إثبات محل الإقامة، يعني لازم يكون معاك عقد إيجار، وأحيانا كمان في بعض المدارس بتحتاج إنك تجيب أول إيصال كهرباء دفعته لأن بيبقى مكتوب فيه اسمك، فلازم يكون في إثبات محل إقامة. فأنت علشان ما توجعش دماغك، الإمارة اللي أنت عايش فيها هي دي اللي هتقدم فيها او هتقدم في المدارس المتواجده فيها عشان تطلع الرخصه. بس في الموضوع ده كده في استثناء انا عايز اقول لك عليه. ابو ظبي الاماره الوحيده اللي ممكن تستقبل اي طلب، او المدرسه اللي فيها هي ما فيهاش اصلا غير مدرسه واحده بس في ابو ظبي. المدرسه اللي موجوده في ابو ظبي دي مدرسه السواقه دي هي المدرسه الوحيده من ضمن الامارات كلها اللي بتقبل الطلبات من اي اماره تانية. بمعنى لو انت ساكن في دبي، او لو انت ساكن في الشارقه او في عجمان او في راس الخيمه او في اي اماره وحبيت تقدم في مدرسه بره الامارات اللي انت قاعد فيها دي، تقدر تروح تقدم في ابو ظبي فقط لا غير. هي قلبها واسع وحلوه كده، بتقبل اي طلبات من اي اماره تانية، حتى ما بيطلبش منك اثبات محل الاقامه، يعني ده مش من ضمن شروطها. فاهم ازاي؟ نروح بقى للمرحله الثانيه. بيقول لك بقى يا معلم ان البشر في موضوع الرخصه ده بيتقسموا لثلاث طبقات. الموضوع طبقي شويه فعايزك تركز معايا. الطبقه الاولى دول اللي عمرهم اصلا ما طلعوا رخصه قياده حتى في بلدهم. يعني انت حتى في مصر مثلا، ليتس سي لان انا مصري فخلينا ناخد المثال على مصر، انت في مصر اصلا معكش رخصه قياده مصريه، عمرك ما مشيت برخصه، عمرك ما طلعت رخصه اصلا في البلد اللي انت جاي منها. من الاخر كده انت جاي على الابيض، يعني اول مره تطلع رخصه في حياتك. ده يا معلم بيروح يفتح ملف اسمه ملف
عادي، وده بيروح ياخد عدد الحصص كامله، ممكن مثلا توصل من 20 ل 40 حصه. وممكن كمان اللي بيدربك بعد ما يقيمك يديك حصص زياده لانه شايفك انك لسه مش متمكن، فانت محتاج كمان فوق ال 40 حصه. وخد بالك لان الحصص دي بفلوس، يعني في دبي مثلا الحصه بتبقى تقريبا ب 75 درهم، فانت كل ما زادت عليك الحصص كل ما التكلفه كمان زادت عليك. المهم انك مش طالع من تحت ايده غير لما تتعلم بنسبه 100%. دي الطبقه الاولانيه، واللي قلت لك ده بيروح يفتح ملف اسمه ملف عادي. الطبقه الثانيه وهي الناس اللي بتيجي اصلا من بلدهم ومعاهم رخصه قياده، يعني لو انت مثلا عايش في مصر ومعاك رخصه قياده مصريه انت بتخش كده للطبقه الثانيه، ودول بقى بيفتحوا ملف اسمه ملف الفرصه الذهبيه او الجولدن تشانس. الميزه بقى ان هم بياخدوا عدد حصص اقل، بتبتدي مثلا من اول 6 حصص وتوصل لحد 15 حصه على حسب تقييم اللي بيدربك. وبمجرد ما بتخلص عدد الحصص بتدخل على طول على الاختبار النهائي، وبيبقى عندك فرصه واحده بس للنجاح، علشان كده بيسموه ملف الفرصة الذهبية. يعني من الآخر كده يا معلم، لو استغليت الفرصة الذهبية ونجحت يبقى ألف ألف مبروك وخدت الرخصة، ولو ما نجحتش يبقى تتعامل معاملة الطبقة الأولى اللي اتكلمنا عليها، معاملة الناس اللي جات من بلادها وهم أصلا معهمش رخصة، وبيعتبرك كأنك أصلا عمرك ما طلعت رخصة، وبيبتدي يحدد لك عدد الحصص اللي زي ما قلنا بتبتدي من أول 20 وممكن تفضل تزيد لحد ما توصل ل 40 حصة ويمكن اكتر كمان لو فضلت تسقط وتحط عليك حصص. وبالتالي يا معلم حوار محمد بيه اللي كان بيخدمك في مرور القاهره وكان بيقلب لك المصلحه وكان مطلع لك رخصه وخدت الرخصه طلعت بيها الامارات وقدمتها علشان تقلل عدد الحصص والكلام ده كله، وبمجرد ما دخلت واتعمل لك الاختبارات وسقطت ولا كأن محمد بيه خدمك في حاجه، رخصتك دي ولا ليها 30 لازمه، فانت بترجع كانك من الاول خالص معكش رخصه. فانت بقى قيم نفسك، شوف بقى الرخصه اللي معاك دي انت واخدها بالواسطه وبتعرف تسوق، ولا واخدها من غير واسطه او بواسطه وبتعرف برضه تسوق. ونصيحه مني ليك، لو انت دخلت الموضوع الفرصه الذهبيه لان معاك رخصه جاي بيها من بلدك، فاستغل الفرصه لانها ما بتتكررش وهتوفر عليك فلوس ووقت كتير كمان. نخش بقى على الطبقه الثالثه، والطبقه الثالثه دي الرايقين اللي هو انا اتشرفت ان اكون واحد منهم في يوم من الايام، وهم اي حد معاه رخصه من 43 دوله، معظمهم من اوروبا وامريكا وكندا ودول الخليج. وانا كنت من ضمن الطبقه دي، من الطبقه الثالثه، لان انا كنت عايش في السعوديه وكان معايا رخصه سعوديه، وبالتالي لما جيت دخلت انا على طول على الطبقه الثالثه دي. في الحاله دي انت بتعمل ايه؟ بتروح المدرسه بتوريهم اصل الرخصه بتاعتك زي ما انا عملت كده، وريتهم اصل الرخصه السعوديه، وبتدفع رسوم فتح ملف مبلغ لا يتعدى تقريبا ال 100 درهم تقريبا او ال 150 درهم حاجه زي كده. تاخد لك بقى كام حصه نظري كده على الابلكيشن بتاع المدرسه، تقوم داخل اختبار الكمبيوتر اللي هنتكلم عنه بعدين في نص الفيديو ان شاء الله تسمعه، وبعد كده الاختبار النهائي، وبعدين تاخد رخصتك لو نجحت وقتي. وحتى لو سقطت بتعيد الاختبار تاني، بتدفع رسوم تقريبا 300 او 400 درهم، وبيديك حصتين 3 كمان تدريب مع مدرب معين، وبتخش تعيد الاختبار تاني، لكن ما بينزلش عليك بقى اختبارات كتير تانية ولا بينزل عليك حصص كتير تانية زي اللي موجودة في الطبقة الأولى والطبقة التانية بتاعت الفرصة الذهبية. عايز بقى أكلمك عن التكلفة. التكلفة بقى ظروفها ايه؟ بص انا هديك الافريج علشان صدقني التفاصيل بتختلف من امارة للتانية ومن مدرسة للتانية، لان ساعات كل مدرسة بتعمل عروض من فترة للتانية، فانا هديك التكلفة التقريبية وفي حاجات هديك تكلفتها بالظبط. شوف يا معلم، لو انت من الطبقة الاولى اللي هو من الناس اللي عمرهم ما طلعوا رخصة في حياتهم وجايين كده سالت ملط، فالتكلفة هتكون في حدود ال 6000 درهم. ده لو انت هتطلعها من ابو ظبي، فانا عارف التكلفة 6000 درهم. طب لو انت هتطلعها من دبي فالتكلفة برضو تقريبا هتكون نفس التكلفة، يعني هتكون في حدود ال 6000 6500 6700 في الرينج ده، لانك هتاخد 20 حصة مينيمم، اقل حاجة 20 حصة. اما بقى لو انت من الطبقة الثانية اللي هم ليهم فرصة واحدة دي، لو نجحوا فيها ودول الناس اللي زي ما اتفقنا هم بيجوا من بلدهم معاهم رخصة اوريدي، فدي بتكلفك حوالي 3000 درهم. بس هنا بقى هم قسموا الموضوع بتاع الطبقة الثانية لقسمين. القسم الاول بيقول لك لو رخصتك اللي انت جاي بيها من مصر او جاي بيها من بلدك عمرها ما بين السنتين للخمس سنين، فانت بتاخد 15 حصة بس، يعني بينزل لك 5 حصص، وبالتالي تكلفتها بتقل شوية. القسم الثاني لو رخصتك عمرها اكتر من 5 سنين، اللي انت جاي بيها من بلدك يعني عمرها اكتر من 5 سنين، فانت بتاخد 10 حصص، يعني نزل لك عمل لك ديسكاونت كده 10 حصص، واخد بالك؟ فوصل توتال الحصص اللي هتاخدها 10 حصص، وبالتالي التكلفه بتقل تاني. انما بقى لو انت برنس زي كده ومعاك رخصه خليجي او مثلا من ال 43 دوله اللي قلت لك عليهم اللي هم من الطبقه الثالثه، فما بتاخدش اي حصص نهائي يا معلم، وبتخش على الاختبارات النهائيه على طول. بس زي ما قلت لك قبل كده، لو سقطت وارد يدوا لك مثلا 3 حصص قبل ما تخش على الاختبار النهائي وتعيده تاني، ودي تكلفتها مستحيل تتعدى ال 1500 1600 درهم اصلا. يعني كده انا كلمتك من حيث التكلفه. طب بالنسبه بقى للوقت، يعني المده اللي هتحتاجها علشان تطلع اصلا الرخصه
بتاخد معاك قد ايه. لو انت من الطبقه الاولى اللي هي الناس اللي عمرهم اصلا ما طلعوا رخصه في حياتهم ودي اول مره يطلعوا رخصه فيها، يبقى هتاخد معاك من الاخر كده 4 شهور فيما فوق. فيما فوق دي مبنيه على اساس ايه؟ على اساس المواعيد بتاعه الحجوزات بتاعه الاختبارات. يعني وارد لما تيجي مثلا تحجز لاختبار السواقه النهائي ممكن تلاقي مثلا ميعاد فاضي في خلال 3 ايام، وممكن تلاقي ميعاد فاضي كمان 15 يوم، لكن خلينا نقول ان هي بتاخد معاك من 4 شهور ل5 شهور. ده لو انت ملتزم بمواعيد الحصص وانجزت مع المدرب بتاعك كل الحصص بدري يعني. انما لو انت من الطبقه الثانيه بتوع الناس اللي هم جم بتوع الفرصه الذهبيه اللي هم بيجوا من بلادهم ومعاهم اوريدي اصلا رخصه، فما بتاخدش معاك اكتر من 2.5 شهور. ولو انت بقى زي حالتي كده من الطبقه الثالثه اللي هم كانوا مرتاحين شويه، فدي ما بتاخدش اكتر من شهر اصلا. يعني انت شاكب راكب كده بتخلصها في شهر. وخد بالك هو في اوبشنز كتير في دبي، انا مش متاكد هي موجوده برده في ابو ظبي ولا لا، بس انا شفت ناس بتعملها هنا في دبي فهقول لك عليها. يعني تقدر تخلي متدرب يجي لك لحد باب بيتك، ياخدك من تحت البيت ويعلمك ويوديك ويدربك ويرجعك ويشطفك ويلبسك وينيمك، بس كل ده بحسابه يعني، واخد بالك يا صاحبي، مش ببلاش. وممكن يجي لك برده في الويك اند، خد بالك يعني انت ممكن ترتب معاه ان يجي لك في الويك اند، لانك مش هتقدر مثلا تاخد حصص في خلال النهار او في خلال الليل، لانك بتبقى شغال يا عيني الصبح مكفي على المكتب، وبالليل بتبقى راجع مكفي على السرير، فما عندكش وقت انك تاخد كمان حصه، ولازم تكون فايق عشان تتعلم كويس. فممكن برضو تختار ان هو يجي لك في الويك اند، او انك تاخد الحصص بتاعتك في الويك اند، وبرضو كل حاجه بحسابها. في حاجه كمان عايز اقول لك عليها مهمه، وهي الحصص بتتقاس بعدد الساعات. يعني الحصه ما بين 45 ل 60 دقيقه، يعني بتاخد ساعه، فانت ممكن تضم 3 حصص في مره واحده. يعني ممكن المدرب بتاعك يديك 3 حصص في نفس اليوم، ينجز لك ال 40 حصه، ينجز لك ال 20 حصه، علشان ما تاخدش وقت اطول وتقعد معاك بالشهور. نصيحه برضو ليك لو انت يعني من الناس اللي هي من الطبقه الاولى والثانيه اللي هم بيحتاجوا حصص قبل ما يخشوا الاختبارات النهائيه، حاول انك تروح تفتح ملف او تقدم في المدارس في المناسبات. يعني مثلا مناسبه في رمضان، في عيد الفطر، عيد الاضحى، عيد العمال، العيد الوطني، اي عيد من اي نوع، حاول تروح تقدم او تشيك مع المدارس في الاعياد، لان هم بيروحوا يعملوا عروض وباكجات بقى كتير بقى، واخد بالك، ال 15 عرض، ال 15 حصه ب 1000 درهم، عرض ال 500,000 حصه بنص مليون درهم، يعني كده يعني، واخد بالك، دايما بيعملوا عروض على الاسعار في خلال المناسبات المتفرقه كده في خلال السنه. كمان بقى انت لو كنت زي حالاتي كده من الطبقه الثالثه اللي هم اوريدي كان عندهم رخصه من دول الخليج، او من ال 43 دوله الاوروبيه والخليجيه اللي احنا اتكلمنا عنهم، فحاول تظبط مع واحد من المدربين اللي موجودين في اي مدرسه في ان هو يجي لك كده قبل الاختبار النهائي ب3 4 ايام، يديك حصه طبعا بفلوس، يعني روقه كده ظبطه، يجي لك كده حصه برايفت، يديك مثلا حصه او حصتين يعرفك الاختبار بيتعمل ازاي، يديك شويه كومنتات على الشوارع، يفهمك الدنيا ماشيه ازاي، يديك تريكات الضابط ممكن يوقعك فيها، يجهزك نفسيا. المهم هو يظبط لك الدنيا ويديك المعلومات اللي يقدر عليها قبل ما تخش تعمل الاختبار النهائي، لانك من الناس اللي ما خدتش حصص. حاجه كمان انا عايز اقول لك عليها، بص انا خدت بالي منها، الاختبار في ابو ظبي بيكون سهل شويه عن دبي، واجراءاته بتكون اقل، فخلي الموضوع ده في دماغك، قلبه في دماغك، خصوصا ان ابو ظبي الاماره الوحيده اللي تقدر تقدم فيها انك تطلع فيها رخصه حتى لو انت مش عايش فيها، لانه ما بيحتاجش اثبات لمحل الاقامه زي ما اتفقنا واتكلمنا قبل كده. حاجه بقى عايز اقول لك عليها مهمه قوي، ده لو انت سبيشالي لو انت راجل متجوز ومراتك بتزن عليك بتقول لك انا عايز اطلع رخصه، عايز اطلع رخصه، وهي عارفه ان الرخصه خراب بيوت مستعجل، في باكج يا معلم اسمها Unlimited. الباكج دي او الباقه دي بتديك عدد غير محدود لاعاده الاختبار من غير ما تدفع ولا مليم في كل مره هتقدم فيها لاعاده الاختبار ده لما تسقط. يعني دي طبعا هتناسب مين؟ هتناسب مرات سيادتك اللي هي ايه اصلا ما تعرفش تسوق خالص ونفسها تسوق في دبي وهتتجنن وتطلع رخصه في دبي، وهي اصلا لا تفقه شيء ما بين، ما تعرفش الفرق ما بين الفتيس والدريكسيون، وقلب الدنيا منحها في البيت عشان تطلع رخصه. في الاخر بتروح تفتح لها ملف عادي وبتخش تاخد ال 40 حصه بتكلفك ال 6000 درهم، وهوب تسقط تدفع 500 درهم عشان تعيد الاختبار، وهوب تسقط تدفع 1000 درهم عشان تعيد الاختبار، وهوب تفضل تسقط لحد ما تلاقي الاعاده بقى وتوصل ل 3000 درهم. انا اعرف ناس اقسم بالله، يعني سبيشال البنات، انا اسف انا مش عنصري في الموضوع ده بس الموضوع ده حقيقي يا جماعه، اقسم بالله في ناس بتفضل تسقط 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 لحد ما الرخصه بتقفل معاهم على 15 و20 الف درهم. انتوا متخيلين من كتر ما بيعيد الاختبار، فالاختبار بيكلفه بيخلي الرخصه في الاخر تقف عليه ب 15 و20 الف درهم، لانه بيسقط ويعيد ويسقط ويعيد. فانت لو من الناس اللي هي بتتوتر وقت الاختبار وبتسقط بسبب توترها، او لو انت
لسه مش متمكن قوي من السواقه فبتسقط كتير ومحتاج انك تتدرب كتير، او لو انت زي صاحبنا ده اللي هو مراته ما بتعرفش تسوق وقافشه ان هي تطلع رخصه فملبساه في اعاده اختبار كتير وبيدفع فلوس بالهبل، روح يا معلم روق دماغك، خد الباقه الانليمتد دي، بتتكلف حوالي 7000 8000 درهم. بس الميزه اللي فيها سقطت او سقطت هتاخد حصص زي ما انت عايز، هتعيد الاختبار، اسقط تاني هتاخد حصص تاني، هتمتحن تاني ومش هتدفع اكتر من اللي انت دفعته. فموضوع الانليمتد ده حل مشكله كبيره، والله الناس كانت بتعيط بالدموع اقسم بالله من كتر الفلوس اللي بيدفعوها. فموضوع الانليمتد ده حلو جدا، فكر فيه. طيب نخش بقى بص على الاجراءات الورقيه من الاخر كده. ايه الاوراق المطلوبه؟ الاوراق المطلوبه اقامه اماراتيه ساريه، جواز سفر ساري، رخصة قيادة من البلد اللي انت جاي منها، ده علشان تخش في الشريحة التانية او على الطبقة التانية اللي احنا اتكلمنا عنها. وتجيب معاك يا معلم صورة شخصية بخلفية بيضاء، ويا ريت تكون موجود منها عندك على PDF موجودة عندك على الواتساب او على الموبايل مسيفه عشان هتحتاجه. نسيت اقول لك على حاجتين مهمين قوي. اول حاجة لازم نظرك يكون سليم، ولو نظرك مش سليم روح اعمل نظارة قبل ما تروح تقدم على الرخصه. خلصنا كده الورق المطلوب، خد بالك الورق سيمبل قوي يعني بسيطه على الاخر. جهزت يا معلم الاوراق، نخش بقى على الخطوات اللي هتعملها. اول حاجه هتعمل فحص نظر، وبيكون من اماكن معتمده موجوده في الاماره عندك. يعني مثلا عندك في ابو ظبي الاماكن المعتمده مثلا زي الجابر للنظارات او يتيم للنظارات، دي محلات نظارات عاديه جدا بتبيع نظارات نظر نظارات شمس، بس اماكن معتمده من المرور عندنا هنا او من بيسموها الRTA، هم دول المعتمدين تروح تعمل فيهم فحص النظر. وممكن اصلا تريح دماغك وتروح تعمله جوه المدرسه اللي انت فاتح فيها الملف اللي انت هتمتحن فيها، ودي بقى بيكون تكلفتها بسيطه قوي ما بتعديش ال 100 درهم. تاني حاجه هتروح تفتح ملف، وتفتح الملف ازاي؟ هتفتحه يا اما عن طريق المدرسه يا اما عن طريق الابلكيشن. تالت حاجه بتخش تاخد التدريب النظري، وده بيكون عن طريق الابلكيشن المدرسه او عن طريق لينك المدرسه بتديهولك وبتخش عليه عن طريق اللابتوب، وبتاخد الحصص او بتاخد التدريب النظري اونلاين. بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن حصص نظريه بتشرح لك الطرق، الساينز اللي هي العلامات بتاعه الارض والعلامات اللي بتبقى متعلقه في الشوارع عشان يعلمك ازاي تقرا العلامات دي. المهم ان الموضوع نظري، وفي نهايه كل حصه بتاخدها اونلاين بيديك كام سؤال على الحصه، بتتكلم عن الحصه اللي انت خدتها دي عشان يختبرك يشوفك انت فهمت اللي اتقال ده ولا كنت بتجري الكلام وخلاص. وبالمناسبه مش هينفع تجري الفيديو، يعني الحصه اللي بتاخدها انت مجبر انك تشوفها للاخر وتحل السؤال او السؤالين اللي بيجولك بعد الحصه عشان تروح للحصه اللي بعدها او الدرس اللي بعده، وهكذا بقى تفضل تخلص في الحصص بقى وفي الدروس اللي انت بتشوفها الاونلاين دي لحد ما بتروح وبتخلص كل دول وتروح للامتحان النظري النهائي اللي بيكون في المدرسه. بتروح كده تقعد قدام كمبيوتر، بس قبل ما تقعد قدام الكمبيوتر بتروح تدفع تكلفه الاختبار النظري اللي هو ما بيعديش اصلا 1300 درهم. انا ليه دايما بقول لك ما بيعديش؟ لان ساعات التكلفه بتختلف ما بين ابو ظبي ودبي وامارات تانية، لكن الموضوع ما بيعديش ال 1300 درهم. كل التكلفه اللي انا بقول لك عليها دي ما بين انك تفتح ملف مش عارف ب 200 درهم، وانك تعمل كشف نظر ب 100 درهم، او انك تروح تعمل الاختبار النظري ب 1300 درهم، كل ده داخل في ال 6000 درهم اللي كنت بكلمك عنهم، في تكلفه ال 6000 درهم اللي قلت لك من البدايه. بس انا عندي ليك طلب، بالله عليك طلب صغير، يا ريت يوم امتحان النظري تروح بدري نص ساعه. ليه؟ لان انت ممكن لو رحت متاخر وما لحقتش الامتحان النظري بتاعك تضطر تروح تدفع فلوس تانية وتروح تدور على ميعاد تاني علشان تحجزه علشان تروح تعمل امتحان النظري، وده ممكن يحدفك 15 20 يوم قدام. فانت من البدايه كده حاول قبل اي اختبار تروح قبلها بنص ساعه، تروح قبلها بساعه، والمكان مكيف والله وجميل، وتروح هناك تشرب لك حاجه ساقعه وتقعد تتعرف على الناس، تتكلم مع الناس، تاخد فيدباك من الناس، تتعلم يعني، فاهم؟ وبعدين اختبار النظري ده اختبار بسيط جدا يا جدعان. انت بتقعد قدام كمبيوتر بيسالك اسئله انت اصلا حلتها قبل كده في الحصص او في الدروس اللي انت خدتها اونلاين، فهي اصلا مش جديده عليك. بس خد بالك التركايه في ايه بقى؟ التركايه ان مجموع الاسئله كلها 45 سؤال، انت اخرك تغلط في 9 اسئله بس من ال 45 سؤال. يعني لو غلطت في 10 اسئله هتسقط في الامتحان وتضطر انك تدفع فلوس وتعيده تاني من اول وجديد. والاسئله اقسم بالله سهله جدا، سهله، كلها عباره عن صح وغلط واختيارات، يعني حاجات كده يعني بتاعت عيال صغيره، فاهم؟ هي بس عايزه ذاكره قويه شويه
وانك تكون عملت الاختبارات اللي قلنا عليها اللي هي في البيت، اللي هي الاسئله اللي بتطلع بعد كل درس. بس يا صاحبي بمجرد ما هتخلص اختبار النظري من هنا وانت قاعد في نفس اليوم هتطلع لك النتيجه بتاعه الاختبار النظري ويقول لك انت نجحت ولا ما نجحتش. في نفس اليوم هتعرف، وفي نفس اليوم بمجرد ما تعرف ان كنت انت نجحت ولا سقطت في اختبار النظري، روح على طول دايركت روح احجز لاختبار الشارع، امتحان الشارع، الامتحان النهائي اللي المدرب بياخدك معاه او الضابط بياخدك معاه، وبتطلع بره في الشارع وبيعمل لك الاختبار بره في الشارع، بتسوق بقى وسط الناس وكده. واحد ذكي هيجي يقول لي طيب معلم، ما هو انا لسه ما خدتش الحصص ال20 حصه وال30 حصه اللي انت قلت عليهم، فانا هحجز ليه الاختبار النهائي مع اني لسه ما اتدربتش اصلا، لسه ما حدش علمني حاجه. ماشي، هو كلامك منطقي مفيش مشكله، انا عايزك تحجز لان دايما الاختبار النهائي او امتحان الشارع ده بياخد وقت طويل قوي. يعني وارد وانت بتحجز مثلا تلاقي اول ميعاد كمان 20 30 يوم، فانت احجزه كمان 30 يوم، وانت في خلال ال 30 يوم دول اكيد هتكون خلصت ال 20 حصه بتوعك او هتكون خلصت ال 30 حصه بتوعك. فانت علشان يعني لو استنيت لحد ما تخلص الحصص بتاعتك وبعدين تروح تحجز الامتحان النهائي بتاع الشارع، اختبار الشارع، تستنى كمان 20 30 يوم عشان تروح تمتحن، فانت كده بتضيع وقت. فانت بمجرد ما تخلص اختبار النظري روح على طول احجز اختبار الفاينل او الامتحان الشارع النهائي كمان 20 30 يوم على ما تخلص التدريب بتاعك في عدد الحصص اللي هتطلع لك. خلاص يا معلم حجزت الاختبار النهائي، روح بقى اختار مدرب يعلمك ويظبط لك الدنيا، وحاول تختار مدرب سمعته حلوه جوه المدرسه. يعني يقول لك والله لا بص الراجل ده سمعته حلوه، الراجل ده علمني. يعني روح اتكلم مع الناس اللي زيك اللي هم مقدمين في المدرسه، قول له بقول لك ايه، انت ايه رايك في المدرب بتاعك، كان كويس؟ هيقول لك اه والله كان كويس، راجل محترم واداني تريكات كده وعلمني حاجات واداني كومنتات كتير، كان خلقه واسع كده وما بيزهقش بسرعه وكان بيلم لي الحصص في وقت قليل وبيظبطني وبتاع. فانت حاول تروح تنقي مدرب يكون راجل محترم كده وسمعته حلوه وبيعلم حلو علشان ينجز لك المصلحه دي بدري بدري. بس يا معلم بعد ما بتخلص عدد الحصص بتاعتك والمدرب بيظبط لك كل حاجه، بيجي بقى الاختبار النهائي. الاختبار النهائي اللي انت كنت حاجزه اوريدي لما خلصت اختبار النظري ورحت حجزته. وهنا بقى معلم انت بتروح تركب، هي طبعا بتختلف من اماره للتانيه. يعني مثلا في ابو ظبي بيجمعوا مثلا 20 30 واحد في باص، والباص ده بيبقى ماشي في الشارع كده قدامه عربيه، العربيه دي راكب فيها ظابط، والظابط ده بيطلع يختار واحد يخش يركب، بياخد واحد يعني من الباص يركب العربيه يسوق بيها ويشوف ويختبره، وبعد كده ينزله ويجيب من الباص واحد تاني وهكذا، يقعد يعمل شيفتنج عليه. لكن في دبي الموضوع مختلف شويه. في دبي اللي حصل معايا كالاتي، علشان انا طلعتها من دبي، العربيه عادي جدا، كانت عربيه تقريبا هيونداي اكسنت حاجه زي كده مش فاكر، كانت اوتوماتيك. وبمناسبه اوتوماتيك ومانيوال، خد بالك انت تقدر تقدم على الرخصه من البدايه ان هي تكون اوتوماتيك، وفي الحاله دي انت ما ينفعش تسوق اي عربيه الا الاوتوماتيك بس. انما لو قدمت انك تطلع الرخصه مانيوال، فالمانيوال تقدر تسوق بيها اوتوماتيك ومانيوال، اي عربيه اوتوماتيك واي عربيه مانيوال. فانت خد بالك من الموضوع ده كويس قوي. طب نرجع تاني بقى للاختبار. اللي حصل معايا كالاتي، كانت عربيه هوندا، لا هيونداي اكسنت تقريبا. المهم احنا ركبنا، كنت انا ومعايا 3 شباب هنود كده معايا راكبين ورا، وانا كنت اول واحد يختبروني، فانا كنت قاعد بسوق والظابط قاعد جنبي وتوكلت على الله. طبعا انا اول ما بخش، انا قبلها كنت مظبط بصراحه مع مدرب موجود في المدرسه، اداني حصتين 3 كده قبل الاختبار، وقال لي بقى اول ما تخش العربيه تعمل ايه. بص انت بتخش العربيه تروح تلبس الحزام، تظبط كده الحزام، تظبط المرايه اللي فوق، تظبط المرايتين اللي على الجنب، حتى لو متظبطين ظبطهم تاني، واخد بقى، اعمل كانك بتظبطهم، كانك بتهندل الدنيا. هتقول له اتوكل على الله او امشي، يقول لك اتفضل امشي، وتبتدي تسمع له يقول لك ايه، روح على اليمين. فانت قبل ما تروح على اليمين تدي اشاره يمين، تبص على المرايه الاول وتدي اشاره يمين، تتاكد ان المكان فاضي وتخش يمين، كمل على طول، تكمل على طول، تخش على الدوار فتخش على الدوار، وهكذا. تفضل ودانك مع الضابط، وكل ما هيديك تعليمات انت تنفذ التعليمات اللي بيقول لك عليها. فانا الراجل طبعا عنده الملف بتاعي، فواضح ان انا عندي رخصه سعوديه قبل كده، راجل معايا كمان رخصه مصريه مش عارف بقى لها اكتر من 5 سنين اديتها لهم. المهم لقى ان في مجموعه رخص حلوه، وحته رخصه السعوديه دي بتشفع لي شويه، فالراجل حس ان انا يعني عندي خبره كويسه في السواقه، فما فيش، يا دوب لبست الحزام، ظبطت المرايات، توكلت على الله. والله العظيم ما مشيت اكتر من 500 متر بين 600 متر. هو حس ان الدنيا حلوه، هو بيقيمك، هو صايع فاهم، فبيقيمك بدري بدري. فبمجرد ما بتمشي قدام شويه قام قال لي خلاص ادي اشاره يمين، فاديت اشاره يمين، قال لي اركن على جنب، رحت دخلت ركنت. طبعا ليه في نظام للباركنج، فبتركن في الباركنج بتاعك، وبعد كده بيقول لك يلا انزل. وواحد من اللي كانوا قاعدين ورا على الكنبه اللي ورا من ال3 الهنود اللي كانوا معايا بدل معايا وركب مكاني وبدا هو يسوق.
فبسم الله ما شاء الله شفت العجب ما شاء الله. كان في واحد منهم كان طالع بينا على الرصيف اقسم بالله. المهم يعني اليوم ده كنا في رمضان، اصلا كنت مقدم في رمضان، والحمد لله انا الوحيد اللي نجحت والثلاثه سقطوا. ده يعني زي باك جراوند كده اديها لك عن ازاي الاختبار النهائي برضو بيكون موجود في الشارع وسط العربيات وسط الناس. لكن ما تخافش، اوريدي اصلا الضابط بيكون عنده فرامل ناحيته، بيكون عنده حاجات كتير يقدر يتحكم بيها في العربيه، يقدر يتحكم في العربيه يعني. بس يا صاحبي اول ما بتخلص الاختبار النهائي بتاع الشارع ده بتجيلك رساله على موبايلك بمجرد ما بتنزل من العربيه، بيجي يقول لك والله يا معلم انت راجل سقطت محتاج تعيد الاختبار تاني، او انت راجل ناجح وما سقطتش والف الف مبروك يا معلم. ساعتها تقدر تروح تذبح عجل او عجلين وتوزعه على الناس الغلابه في الشارع، وتجيب تورته كده انت واصحابك وشمعتين، وتفضل تحتفل كده لمده 3 ايام ولا كانك بتحتفل في عيد الفطر المبارك. نسيت اقول لك انت بتدفع حوالي رسوم 300 درهم في المدرسه بعد ظهور النتيجه، والرخصه بتجيلك على البيت عن طريق البريد في خلال 3 ايام 4 ايام بالكتير قوي يعني. اخيرا بقى عايز اقول لك الناس هنا بجد محترمه. هتلاقي واحد راكب بنتلي، هتلاقي واحد راكب رولز رويس، هتلاقي واحد راكب لامبرجيني، هتلاقي رانج روفر، هتلاقي ناس راكبه عربيات غاليه قوي وتلاقيه محترم معاك. يعني هتلاقيه برضو انسان متواضع، هتلاقيه ماشي في حاله يا سيدي. هو ماشي في حاله، لا هو متواضع ولا مغرور، هو لا مبين غرور ولا مبين تواضعه، وهو راكب اغلى عربيه في الدنيا ولابس احلى لبس في العالم، وما هتلاقيه ماشي مش عامل كده ودايس على رقاب البشر. يعني احنا بسم الله ما شاء الله تلاقي الشاب من دول جايب عربيه بي ام دبليو موديل الثمانينات، عربيه بي ام دبانه، ودايس على رقاب البشر. يعني لو جاب عربيه 2023 كورولا هتلاقيه راكب على البني ادمين وكانه يعني امتلك الدنيا وما فيها. لا حبيبي هدي كده اعصابك، لان هنا ما بتتقاسش بالعربيات. لو انت راكب عربيه حلوه هتلاقي الناس بتبص عليها وبتبتسم، مبسوطين ان هم شايفين عربيه كويسه وحلوه. عادي جدا ممكن يقول لك ربنا يصلح حالك، وفي اللي هيحسدك، لكن مش هتلاقي اللي راكب العربيه دي بيتنك عليك وماشي دايس على رقابيك عشان هو غني ولا عشان هو راكب عربيه بتبين قد ايه هو غني. يعني ما بيتنكش على الناس، ومش هينزل الازاز كل شويه يقول انت مش عارف انت بتتكلم مع مين ويبجح في الناس عشان بس سايق عربيه محترمه. فانت لو ربنا اداك وسوقت عربيه حلوه او عربيه من وجهه نظرك يا سيدي هي احلى عربيه في العالم، حاول تهدى وتتواضع، ومش عشان ركبت عربيه يعني ايه تتنك على مخاليق ربنا الغلابه اللي معهوش زي ما قلت لك عجله يركبها ولا سكوتر حتى يركبه، ما تتنكش عليه. بس يا صاحبي هو ده كل اللي انا عايز اقول لك عليه، وعايزك تتبسط. طلع الرخصه بتاعتك واشتري عربيه احلامك، والله العظيم مش بعيده. اشتري العربيه، استمتع بحياتك، اشتري عربيه احلامك. العربيات هنا مش غاليه وفي منها سبيكس كتير. في سبيكس بتكون امريكان سبيكس بتكون رخيصه، وفي سبيكس اللي هي الجولف او الجي سي سي سبيكس دي بتكون طبعا اللي غاليه. هنتكلم في الموضوع ده بعدين، انا هعمل لكم موضوع عن العربيات ده اصلا لوحده، ده بحر تاني. فانت طلع الرخصه وسمي الله، استخدمها في الخير واركب العربيه اللي بتحبها. وبما انك وصلت لاخر الفيديو معايا عندي ليك طلب واحد، ادعي لاخواتنا في القطاع علشان الناس دي الله يكون في عونهم. المجاعه اللي عايشين فيها والضرب والقصف اللي بيحصل فيهم الله يكون في عونهم، وربنا على المفتري ربنا ينتقم من الظلمه، ربنا ينتقم من الظلمه، ربنا ينتقم من الظلمه في زمان الظلم هو اللي سيد فيه. ادعي لهم من قلبك، هو ده اللي نقدر نعمله. وما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل سبسكرايب. الناس 95% من اللي بيشوف الفيديوهات من بره التشانل. يا جماعه شفت الفيديو وعجبك وصلت للاخر اعمل سبسكرايب عشان هننزل فيديوهات كتير قوي هتعجبك. كل حاجه عن دبي هنا في دبي او في الامارات، اماكن كتير هنزورها، حاجات كتير، سبجكتس كتير، مواضيع كتير الناس بتسالني عنها، هتكلم عنها ان شاء الله هنا في التشانل. فانت جهز نفسك، اعمل سبسكرايب عشان اول فيديو ما ينزل تتفرج عليه وتتبسط، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. واخيرا وليس اخرا عندي انستجرام اكاونت، لو انت عندك اي سؤال، عندك اي حاجه عايز تستشيرني فيها ابعت لي في الدي ام هناك، انا فاتح الدي ام، روح هناك على انستجرام ابعت لي المسج اللي انت عايزها وانا ان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت ممكن. بس يا سيدي دي كانت نهايه الفيديو، كان معاكم محمد صبري واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. سلام.